ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هعمل معاكم الرز بلبن، وازاي نعمل الوش كده زي ما انتم شايفين. اول حاجه بكون نقعه ربع كوبايه رز. المقدار ده اللي بعمل بيه لتر لبن. لتر لبن عليه ربع كوبايه من الرز. بنقعها في ميه سخنه، وبعد كده بعد ما اللبن يغلي بقوم نازله عليه بالرز. بنقعها حوالي نص ساعه كده، واسيب الرز مع اللبن كده لغايه ما يستوي. وبعد ما يستوي بنزل عليه بنص كوبايه من السكر. طبعا عايزين تزودوا براحتكم على حسب بقى ايه اللي انتوا بتفضلوا يعني. ما ينفعش احط السكر في الاول خالص، انا بحطه بعد ما الرز بيستوى. وبعد كده بكون مجهزه بقى ربع كوبايه ميه سخنه او لبن، وبحط فيها معلقتين صغيرين من النشا او معلقه كبيره يعني، ومعلقه كبيره لبن بودر، وادوبهم كويس. وبعد كده انزل بيهم تدريجيا على الرز بلبن. وبعد كده بنزل بمعلقه صغيره من الفانيليا، وبطفي عليه خلاص بس كده. وبحطه في الاطباق وهو سخن، واقوم مغطياه علشان البخار بتاعه ده هو ده اللي بيخلي الوش بتاعه يبقى مكشكش كده. اول ما بغطيه وهو سخن. نسيت اقول لكم كمان ان انا حطيت جوز هند. البخار بتاع الرز بلبن وهو سخن كده ده بيخليه يبقى وشه مكشكش كده، فلازم اغطيه وهو سخن. وبعد ما يبرد خالص بدخله التلاجة. بيطلع بقى زي ما انتم شايفين كده معايا بالظبط. وما تكتروش رز عن ربع كوبايه علشان ما يبقاش تقيل كده، وطعمه مش كله رز كده، ما يبقاش حلو. بس كده، يا رب تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.